سيناريو الضربة العسكرية لمفاعل ديمونا الإسرائيلي. تحليل شامل. مفاعل ديمونا النووي الواقع في صحراء النقب يعد أحد أكثر المنشآت حساسية في إسرائيل، ويعتقد أنه الركيزة الأساسية للبرنامج النووي الإسرائيلي غير المعلن. أي هجوم يستهدف هذا المفاعل سيمثل تصعيداً غير مسبوق في الصراع الإقليمي، وقد يؤدي إلى تداعيات كارثية. في هذا التحليل سنستعرض كيف يمكن تنفيذ ضربة عسكرية على مفاعل ديمونا وما هي عواقبها المحتملة. وعد الأساليب المحتملة للهجوم. الهجوم الصاروخي. إيران وحلفاؤها مثل حزب الله في لبنان والميليشيات في سوريا والعراق يمتلكون ترسانة صاروخية كبيرة يمكن أن تستهدف ديمونا. أبرز الأسلحة التي قد تستخدم: صواريخ باليستية مثل شهاب 3 أو خيبر شكن. تتمتع هذه الصواريخ بمدى يتجاوز 3500 كيلومتر ويمكنها ضرب أهداف داخل إسرائيل. صواريخ كروز مثل السومار ويا علي تتميز بقدرتها على الطيران على ارتفاع منخفض، مما يجعلها صعبة الاكتشاف من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. صواريخ حزب الله الدقيقة مثل فاتح 110 التي يمكن إطلاقها من جنوب لبنان أو سوريا باتجاه ديمونا. الهجوم عبر الطائرات المسيرة الدرونز. إيران وحلفاؤها باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة بشكل متزايد في العمليات الهجومية. يمكن إرسال أسراب من الطائرات المفخخة لاستهداف المفاعل، كما فعلت إيران مع منشآت أرامكو السعودية عام 2019. الهجوم السيبراني. إيران سبق أن شنت هجمات سيبرانية على منشآت إسرائيلية، لذا يمكن أن يكون هناك هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة المفاعل لتعطيله أو التسبب في حادث نووي داخلي. 2. حجم الدمار المفترض وتأثيراته. الأضرار المباشرة. إذا أصاب الهجوم قلب المفاعل مباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار ضخم يسبب تسرباً إشعاعياً مشابهاً لحوادث نووية مثل تشيرنوبل أو فوكوشيما. إذا تم استهداف المنشآت المحيطة بالمفاعل فقد تتضرر البنية التحتية للمفاعل، مما يؤدي إلى تعطله، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى كارثة نووية. التأثيرات البيئية، أي تسرب إشعاعي من مفاعل ديمونا يمكن أن يؤدي إلى تلوث إشعاعي واسع النطاق في إسرائيل والدول المجاورة مثل الأردن ومصر. قد تؤدي الرياح إلى انتشار الإشعاع باتجاه المناطق السكنية، مما يعرض آلاف الأشخاص لخطر التسمم الإشعاعي. التداعيات العسكرية والسياسية. من المؤكد أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم يستهدف ديمونا، وقد تشن حربا شاملة ضد إيران، وربما تمتد العمليات العسكرية إلى لبنان وسوريا والعراق. الولايات المتحدة قد تتدخل إلى جانب إسرائيل، مما قد يشعل مواجهة إقليمية كبرى. الهجوم قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، حيث قد تسعى دول أخرى مثل السعودية أو مصر إلى تطوير برامج نووية للردع. 3. مدى نجاح الهجوم المحتمل. قوة الدفاعات الإسرائيلية. إسرائيل تمتلك نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، لكنه غير مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. أنظمة مقلاع داوود وحتس مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، لكنها قد لا تكون فعالة ضد هجمات مكثفة أو صواريخ كروز. إسرائيل تحظى بتفوق جوي، مما يمكنها من اعتراض أي طائرات مسيرة قبل وصولها إلى ديمونا. صعوبة إصابة المفاعل بدقة. المفاعل محمي جيدا تحت الأرض، مما يجعل من الصعب تدميره بالكامل بصواريخ تقليدية.
قد تحتاج إيران أو حلفاؤها إلى استخدام عدة ضربات متتالية لتحقيق تأثير مدمر، وهو أمر صعب في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي. 4. السيناريوهات المستقبلية. إذا نجح الهجوم فقد يؤدي إلى كارثة نووية في إسرائيل ورد فعل عسكري عنيف ضد إيران. إذا فشل الهجوم فإن إسرائيل ستستخدمه كذريعة لتوجيه ضربات قاسية ضد إيران وحلفائها. التوتر الإقليمي سيزداد، مما قد يسرع من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الشرق الأوسط. الخلاصة: الهجوم على مفاعل ديمونا سيكون خطوة غير مسبوقة وخطيرة للغاية، وقد يؤدي إلى كارثة نووية أو حرب إقليمية شاملة. لهذا السبب، ورغم التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، فإن مثل هذه الضربة تبقى خياراً عالي المخاطر وغير مرجح إلا في حالة اندلاع حرب كبرى بين الطرفين.